السلام عليكم. رانا تقدرنا في حلقة أخرى، واليوم بلا ما نطول عليكم غادي نحطو ديمن سيتي في المختبر، فيلم من كوكب اليابان الشقيق دار رواج في نتفليكس هذا العام. المقدمة والجريمة. في أول مشهد من الفيلم ساكاتا جون ويك ديالهم كيدخل بشجاعة وكينفذ عملية في اليوكوزا بلا صداع، إضاءة مظلمة، موسيقى غادية مع نفسية الشوارع، وكيقطع يد زعيم اليوكوزا. المشهد كيورينا هدوء القاتل، الحب والسكات. من بعد كيرجع ساكاتا للدار، العائله السعيده ديال البهجه. هذا اخر نهار ديال العنف، كيقولها لمراتو ايو وكيضحكوا على بنتهم ريو. سو كيوت، شي بركه الايموشن. عين ساكاتا كترمش، كيدخل للدوش وكيدوش، وكنشوفو كيهبط شويه ديال الدموع مع الماء ديال الدوش، باغي يودع الماضي مسكين. سيناريو غير متوقع زعما. هنا كتبدا الهويه ديال ساكاتا كتبان بحال مازال ما فهمنا. الراجل اللي باع العنف باش يشري السلام. يا سلام. ساكاتا كيخرج من الدوش وكيلقى 5 ديال الرجال جالسين عنده في الصالون ومغطين وجوههم بماسكات اوني تقليديه. شادين مراتو وبنتو كيهدوه الا ما تهناش غادي يقتلوهم قدامه، ولكن ساكاتا الفرعون ما كيتهناش. كيقتلوا مراتو ايو هي الاولى، كطيح على دماغها. ريو بنتو كتجري، وجري يا بنتي راه باك فان ديال جون ويك. ساكاتا بحال الاسطوره غادي يدير جدار بشري باش يحميها، ولكن طلقوا عليها الرصاص وبلا رحمه. من بعد ساكاتا براسو غادي يضربوه بقرطاسه في راسو، وغيفيق مغطي بالدم سبحان الله. غيكون مضروب في الدماغ الحديدي ديالو وتخلى عليه الجميع يا ولداه. هادشي هو الكوكو كريستو، القتل البارد بلا اي ذنب. ساكاتا كيولي ضحيه وحيده، والقتل الحقيقي دابا هو دماغه ماشي غير الجسد.